أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة الراديو المجهول. لو أول مرة تسمعنا، إحنا بودكاست إذاعي بندعم فيه صياح الكادحين من العاملين أو اللي لسه بيدوروا على شغل أو اللي لسه في التعليم، وكمان صياح اللي قاعدين في البيت. هنتكلم عن مواضيع مختلفة مع شوية صياح حلوين. مواعيد برنامجنا حد وثلاث وخميس الساعة 7 صباحا. سواء كنت طالب لسه ورايح الجامعة مش طايق نفسك كالعادة وبتجري بين المواصلات عشان تلحق تروح جامعتك، أو موظف رايح شغله وبتجري علشان تلحق بصمتك، أهلا بيك في إذاعة. سجل عندك ملحوظة مش شادي غلبني الشوق وغلب حلو صبح يا حلو طل. أهلا بكم في إذاعتنا وأول حلقات السنة الجديدة 2025، وربنا يعديها على خير. يا حلو طل. حلقتنا النهاردة عن الأجيال القديمة والجديدة وحتى الأجيال اللي تايهة بينهم. وبمناسبة موضوع حلقتنا النهاردة بنرحب بكل الأعمار اللي بتسمعنا من الجين واي للجين زي. بصراحة بقى يا جماعة، أنا بقالي فترة بسمع المصطلح الجين زي ده ومستغربه قوي، ومش ده كان نوع قماش برضه ولا أنا بيتهيالي؟ أنا فضلت مستغرب لحد ما فهمت إن بقى فيه تقسيمة لكل جيل، بداية من التسعينات ومرورا بالجين زي ومصطلحاتهم الغريبة طبعا اللي مش مفهومة، ونختم بقى التقسيمة بالجين ألفا اللي ربنا يعيننا عليهم. يا جماعة، جين دي للي مش فاهم اختصار لكلمة جنريشن، علشان أنا كمان برضو ما كنتش فاهمها فقلت أوضحها لكم في الأول. يا حلو صبح نهارنا فل. ونبدأ حلقتنا النهاردة ونتكلم عن جيل الثمانينات والتسعينات، واللي اسمهم المعروف علميا بجيل الألفية الأولى أو الميلينيالز، أو زي ما هم قالوا عن نفسهم جيل المنيلين، ودول مواليد آخر الثمانينات والتسعينات لغاية سنة 96. الجيل ده اتربى على حاجات بسيطة، علشان كده طلعوا بسطاء وحياتهم كانت أبسط بكتير. ويا حبايبي مفيش كارثة إلا لما عدت عليهم. وكمان ما كانش فيه الرفاهية بتاعت دلوقتي، ده جيل كانت رفاهيته إنه يلعب في الشارع والجيران تزعلهم، أو ينزل بالعجلة يجيب طلبات البيت، أو يقعد يسمع الراديو الصبح وبرنامج كلمتين وبس بتاع فؤاد المهندس، ولما يحب يسمع أغنية معينة كان يجيب شريط كاسيت، أو يقعد هو يسجل الأغاني اللي عايزها ويعمل لنفسه شريط المنوعات بتاعه، ولما يحب يرجع الشريط من الأول كان يستخدم القلم عشان يرجعه. ممكن نقول إن هو كان جيل عمرو دياب، لأنه كان بيغني بأسلوب وطريقة جديدة وشبابية جدا، وقبل ما يتعرف يعني إيه ترند كانت طريقة لبسه بيقلدها شباب كتير وبقى موضة في وقتهم. جيل كان بالنسبة لهم حكيم وعبد الباسط حمودة أغاني شعبي وفيها خط كتير وسريعة، وشعبان عبد الرحيم ده كان مغني المهرجانات بتاعهم، يعني انت عشان تبقى كول تسمع شعبولة على طول. الجيل ده بيبكي في الزاوية من اللي بيسمعوه دلوقتي، وده جيل ما كانش عنده ديش ولا رسيفر، هو كان التلفزيون وهم القناة الأولى والتانية والمصرية، واللي لما طلعت قنوات النيل كانت نقلة بالنسبة لهم، وكل القنوات دي كانت بتقفل الساعة 10 تقريبا وتقولك يلا يا عم قوم نام. جيل لو عايز يتفرج على فيلم جديد أو مسرحية يا إما تستنى 7 سنين لحد ما يجي التلفزيون، أو كان في حاجة اسمها الفيديو وشرايط الفيديو، وكان في نادي تستعير منه الشريط ده عشان تتفرج عليه، وده كان منتهى تطور التكنولوجي ساعتها، إنك تقدر تتفرج على الفيلم وتقدر ترجعه من الأول أو ترجع حتة فاتتك تاني أو توقفه عقبال ما تجيب حاجة كده يعني. وما كنتش تتفرج لوحدك، لأ، ده العيلة والجيران كلهم يتجمعوا، أصل بيت فلان جايبين شريط فيديو فيه فيلم الشباب جداد هنيدي والسقا وهاني رمزي، أو مسرحية للزعيم عادل إمام، هنا بقى تلاقي مصر كلها جاية تتفرج معاك، ما هو حدث تاريخي بقى. جيل كان اللعب بتاعه كرة في الشارع أو استغماية، وللبنات كانت الأولى والعرايس البلاستيك، أو نتجمع كلنا ونلعب كهربا شد الكوبس، وكان لازم يتزعلنا عشان عاملين دوشة ويطلع على الجارة ترش عليك مية تبوظ لك الملعب اللي محددينه في الشارع، وطبعا كنا نستخبى لما تطلع عشان المية ما تجيش علينا. او عمو اللي يروح واخد مننا الكرة ويقطعها بكل غل، كل ده علشان شوطنا الكرة جت على وشه يعني عادي. اما يوم الجمعة بقى ده كان العيلة تتلم فيه وتفتح القناة الأولى عشان جايبين فيلم جديد، والجيل ده حضرات اتربى على عالم سمسم وبكر ابو كف رايق وصغير، واللي كان نقلة لما اتعمل كرتون جديد سنوحي وحابي وتيتي شيري او زازا وجرجير طازة، ولما دخل الدش كان انبار. يعني ايه القنوات مش بتقفل وشغاله 24 ساعه، وايه كل القنوات دي عربي واجنبي كمان؟ ايه التهريج ده يا جماعه؟ جيل لما طلع الاتاري كان اختراع، يعني ايه العب على شاشه،
وعشان كنت تقعد على كمبيوتر كنت تروح السايبر، وطبعا دي كان فيها تزويل من الدروس، واكيد كان سبب انك تاخد علقه من اهلك. اصل ما كانش فيه تربيه حديثه. على ذكر العلا، سمعت حلقتنا عن حواديت من كل بيت؟ هنسيب لكم رابط الحلقه في الوصف، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. خلينا نرجع تاني لجيل الطيبين. الجيل ده عاش وعمل حاجات كتير شباب اليومين دول صعبانين عليا والله انهم ما عاشوهاش. ده الجيل ده لما كان بيحب ويعجب بحد كان بيكتب له جوابات حب وغرام، وما كانش قدامهم اختيارات كتير. ما هي يا زميلته في المدرسة، يا بنت الجيران، يا بنت خالته، اصلا هيجيب منين بنات تاني؟ ما هو ده الموجود. جيل كان التواصل من خلال التليفون الارضي، واللي لما طلع التليفون المحمول بتاع نوكيا كان شبه اللاسلكي، تخبطه في الحيطة يرجع في وشك. بس كان اختراع، اللي هو ازاي تليفون من غير سلك كده وتاخده وتمشي بيه كده عادي. جيل كان كلامه عادي ومصطلحاته عادية جدا ومش محتاجة قاموس ترجمة خالص. لما يشوف بنت حلوة يقول الله بنت جميلة، أو البنت دي أمورة قوي، ولو فرحان يقول لك أنا مبسوط قوي. كلمات عادية ومفيهاش اختراع يعني. جيل اتميز جدا باللبس بتاعه والألوان والشارلستون وقصات الشعر، سواء بنات أو ولاد، بعيدا عن الأزياء اللي كنا بنلبسها وأهالينا ياخدونا نتصور، ويا ريتهم ما عملوا كده. ده كل واحد عنده صور دافنة حفاظا على برستيجه. والله اتكلمنا كتير عن التسعينات، تعال بقى نتكلم شوية عن الجيل الجديد أو اللي اسمهم الجنزي، ودول مواليد من سنة 97 لغاية سنة 2012 على حسب ما بيقولوا يعني. الجيل ده جه عمل قلبان. والله جيل حتى شكلهم يبانوا أكبر من سنهم، تقف جنب شاب منهم تلاقيه أكبر منك، والبنات تحس إن هي اتجوزت واتطلقت مرتين مثلا. ده لا يمكن يكونوا عيال. ده حتى لبسهم والموضة بتاعتهم غريبة جدا. هتلاقي الضيق قوي والسكيني، وهتلاقي الاوفر سايز، وهتلاقي طبعا الكروب توب. ببقى عايز اسال هما ما بيبردوش طيب؟ وسرتك دي اتشالت من العوره ولا ايه يا انسه؟ الجنزي دول جيل الموبايل والانترنت بقى، اللي لما يحب يبعت رساله بتبقى في الدي ام على طول، مش جوابات او اس ام اس من موبايل نوكيا صغير بزراير ومتحدد فيه عدد الحروف. كنت بتحس انك بتفك شفره كده عشان تبعت رساله. جيل اتربى على المهرجانات الشعبي والتيك توك والفيسبوك والسناب شات والانستجرام. بس انتوا عارفين حاجة؟ مش كلهم محسوبين على الجيل ده على فكرة. معظم مواليد ما يسمى بالجنزي عايشوا حياة التسعينات عادي، وانا عن نفسي من الجيل ده اللي هو الجنزي. بس انا مش معاهم، وده بجد والله. ومن وجهة نظري يعني ان مواليدي انا واللي زيي من سنة 97 لحد سنة 2004 تقريبا ينفع يبقوا جيل تاني لوحده. جيل اتحشر كده ما بين الماضي والحاضر، ما بين حياة التسعينات اللي عاش طفولته بنفس الطريقة بس كبر قريب من التطور. جيل شاف كل التكنولوجيا في بدايتها. احنا الفئة اللي طلع فيها الياهو والسكايب، ودول كانوا اختراعات جامدة وقتها، انك تقدر تكلم اي حد من اي دولة. لو اكيد فاكر الاختراعات الروشة بتاعت ياهو. روشة دي تسعيناتي شوية معلش. احنا الفئة اللي مش عارفين احنا مين وايه، وبنسمع عمرو دياب وام كلثوم وعبد الحليم عادي، بس عايشين حياة الفيسبوك والتيك توك برضه، وممكن نسمع ويجز وعصام صاصة برضه. بس أنا مش معاهم، مش مع الجنزي، دول حاجة تانية وأنا مش بفهمهم خالص، والمصطلحات عمالة تتراكم عليا. تعالوا كده أقول لكم شوية مصطلحات من بتاعتهم وتقولوا فهمتوا منهم إيه وعارفين منهم إيه لا، وهقول لكم معانيها كمان. المشكلة إنهم بيحطوا أي كلام وخلاص وبيعملوا معنى، زي بيهبد وبيرزع. كلنا دلوقتي فاهمين معانيهم، إن ده حد بيقول أي كلام وخلاص، بس لما طلعوا جديد ما كانش ليهم معنى. زي مثلا لما يقولك البودكاست ده طرش، الوهلة الأولى تفكر إنه بيشتم، بس دي معناه إن البودكاست ده جامد جمودة. حتى جمودة دي تحسها تسعيناتي. ولازم بقى يبقى فيه قلة أدب بالإنجليزي، تطور بقى. حط أي شتيمة إنجليزي فهتبقى عادي، ما بقتش عيب. أو يجي يقولك أنا رز، لا هو مش عايز رز، لا ده يعني هو عيل جامد وكاريزما. أو الواد ده بيفليكس، يعني بيتمنظر زي ما بيعملوا كده بالظبط على جيل المنيلين. ولما يجي يعاكس يقولك البت دي صدرب، يعني جامدة وشيك.
ولو جيت قلت جملة وبعدها نو كاب يعني أنا بقول الحقيقة. أو لما أجي أقولك مثلا جيل التسعينات والجين زي في ما بينهم بيف، أهو عندهم البيف ده مش لحمة، لأ ده يعني في ما بينهم خلاف أو مشكلة. ما تقول يا عم إنهم مختلفين عادي، هو لازم تقولها بالإنجليزي؟ يبقوا فكروني نتكلم عن الموضوع ده في حلقة جاية. بجملة مصطلحات الجيل ده يجي يقولك بقى أصل أنا فومو، وده اختصار لجملة fear of missing out، يعني أنا خايف أفوت حاجة. بتقف عوج وتتكلم عدل يا اسطى، في إيه؟ حتى يا اسطى دي جديدة برضو وكلنا بقينا يا اسطى وبقت تنفعنا لما نقابل حد مش عارفينه. مفيدة برضو الحاجات بتاعت الجيل الجديد ده. أما بقى لو بنت قالت على شاب ده سلي، يعني الواد ده مبهر، بتقول يا بنتي إنه عاجبك عادي، بتصعبوها علينا ليه؟ بس أنا مش معاهم. جيل عجيب. لما حد يبقى مش فاهم اللي بنتكلم عليه بيقولوا عليه سمب، بس لو في علاقة ارتباط السمب ده بيبقى معدوم الكرامة. أما انتوا جيل صص بصحيح. وصص دي يا سيدي يعني مريب، لأنهم فعلا جيل مريب وغريب حتى في علاقاته. يعني زمان كانت العلاقات زمايل وصحاب ومعجبين ببعض لسه أو مرتبطين، لكن دلوقتي لأ، بقى في أنواع علاقات كتير، ودول خليهم في حلقة لوحدهم عشان الموضوع كبير قوي. ده قاموس المصطلحات لوحده كارثة. واخيرا اعزائي المستمعين هنتكلم عن اخر ما انجب العالم، وهم الجين الفا، ودول بدايه من مواليد 2012، وده الجيل اللي اتولد لقى التليفون التاتش والذكاء الاصطناعي. جيل لقى التكنولوجيا كلها بين ايديه، وعشان كده بيبانوا اكبر واعقل من سنهم بكتير، لان قدامهم كل حاجه متاحه. جيل سن المراهقه عندهم فيه من تالتة ابتدائي، والله ما عداش على سن الطفوله تقريبا. وللاسف الجيل ده تحس ان هو ما ترباش خالص. تقف مع العيل من دول تتكلم معاه ما تفهموش، وتلاقيه بيشتم وبيمد ايده عادي، ويمكن تلاقيه بيشرب سجاير او فيب عادي. جيل ما عندوش حاجه اسمها عيب ولا احترام للكبير ولا للصغير. ده حتى جيل مبدأه في الحياه الكبير لو احترم سنه ما كانش الصغير اقل منه. هو في حكمه في الجمله برضه بس مش عارف فين. الجيل ده بقى بياخد الحكم من ظهر التكاتك والميكروباصات ومن ميمز الفيسبوك. ما اصل جيل لقى الاغاني كلها الفاظ وراب، كل واحد بيدس المغني التاني، وعاملين خناقات بالاغاني وكم نرجسيه غريب، ومش شايفك ومش معتبرك، وما تفهمش الخناقه على ايه بالظبط اصلا. الجيل ده لسه مصطلحاتهم ما تعرفتش قوي، بس بيتكلموا بنفس طريقه الجينزي عادي، وبيحاولوا يتطوروا بقى. ما هو المفروض دول لسه عيال، يعني لما يكبروا هيعملوا مصطلحاتهم الخاصه، وربنا يستر يعني، واللغه تفضل بخير ساعتها، وربنا يعيننا عليهم ونفهمهم. الجيل ده أولاد أجيال التسعينات والثمانينات للأسف، واللي طالعين شايفين إن مواليد التسعينات ناس كبار في السن، وبيقولوا عليهم بومر يعني عجوز. هو الجين زي كمان بيقولوا على مواليد التسعينات بومرز برضو، بس العيال دي زودوها قوي مع مواليد التسعينات. إيه كل شوية معلش تسعيناتي، عيب كده. أما مواليد الثمانينات فدول بيبكوا في الزاوية هناك، أخدوا لقب جد وتيتا بالنسبة لهم أصلا. طبعا زي ما في الوحش في الحلو في الجيل ده، ومتوقع انها مش هتبقى كلها سود، اكيد في حته رمادي كده. وفي نهايه حلقتنا احب اقولك لو انت من جيل المنيلين او الجينزي او حتى الجين الفا، فانا بحبك ويا اهلا بيك في اذاعتنا. ولو ضايقتك ممكن تصيح عادي يا زميلي، لان البودكاست بتاعنا هدفه الصياح، والصياح حق مكفول لجميع الاعمار. ويا ريت يا جينزي انتوا والجين الفا تخفوا على جيل التسعينات شويه، عشان هم برضه لسه شباب. شكرا على حسن استماعكم، ومستنيين مشاركتكم بمواضيع حلقات حابين اننا نتكلم عنها. واستنونا الحلقة اللي جاية مع موضوع مختلف وشوية صياح حلوين، ورحلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. كنتم مع مقدم إذاعة الراديو المجهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.